ديربي ميلانو ممكن يكون ميت دلوقتي، بس كان في ايام الديربي ده كان امتع ماتش في العالم. يلا نبني احسن تشكيله مجتمعه للفرقتين من التسعينات ونقارنها باحسن تشكيله مجتمعه من الالفينات، ونشوف انهي جيل فرقته كانت احسن. انتوا ممكن تلاقوا لعيبه لعبت في الجيلين، فاحنا هناخد الفتره الاشهر للعب. تعالوا نبدا بفرقه الالفينات. وفي حراسه المرمى لنا اختيارين هنا، الاثنين برازيليين، خوليو سيزار او ديدا. الاثنين ارقامهم شبه بعض بالظبط، الاثنين لعبوا 300 ماتش، عندهم 130 كلين شيت ودخل فيهم نفس عدد الاجوان. انا حاسس ان احنا هنختار جوليو سيزار عشان هو بس كان بيصد بنالتيات احسن وبيأدي في ماتشات اكبر اكتر. الاثنين ظهاير بتوعنا هيكونوا اساطير. على اليمين هناخد كافو، على الشمال هناخد خافير زانيتي. سنتر باك الاولاني اللي هنختاره من غير تفكير هو اليساندرو نيستا، وجنبه في لعيبه كتير ممكن نختارها زي ياب ستام، لوسيو ماتيراتزي، والتر سامويل. وحاسس ان احنا هنختار والتر سامويل عشان الكونسيستنسي بتاعته على مدار السنين كانت اعلى. في نص الملعب على اليمين هنختار المايسترو الايطالي الاسطوره اندريا بيرلو، وعلى الناحيه الشمال هنختار كلارنس سيدورف. والارتكاز بتاعنا كان اختياره بين كامبياسو وجاتوسو. جاتوسو احسن دفاعيا، ولكن كامبياسو كان احسن على الكوره، كان بيعرف يباصي ويجري بالكوره احسن كتير، فهناخد كامبياسو في الحاله دي. في مركز الكام قدامنا بنختار اللاعب صاحب الكره الذهبيه سنه 2007 ريكاردو كاكا. الاثنين رصاد حربه بتوعنا الاولاني فيهم لاعب للناديين زلاتان ابراهيموفيتش، والاختيار التاني كان عندنا كذا اختيار زي انزاجي، شفشنكو، ادريانو كان اكتر واحد فيهم عنده بوتنشال، بس عمره ما قدر يحقق البوتنشال بتاعه الكامل، فهنختار اللاعب اللي كسب الكره الذهبيه اندري شفشنكو. اما فرقه التسعينات فهنبتدي في حراسه المرمى باسطوره انتر ميلان جانليوكا باجليوكا، اسمه صعب قوي انه يتقال يا جماعه. تاني اكتر حارس صادت بنالتيات في تاريخ الدوري الايطالي. الباك شمال بتاعنا طبعا انتوا عارفين مين هو باولو مالديني، احسن مدافع في تاريخ الدوري الايطالي. والناحيه اليمين هنختار اللاعب بيرجومي، اللاعب اللي كان زانيتي قبل زانيتي في انتر ميلان. ثنائي قلب الدفاع بتوعنا هم اصحاب مالديني، لعبوا معاه على مدار 20 سنه الاثنين، كوستا كورتا وباريسي. نص الملعب بقى يا جماعه عالمي. على الناحيه الشمال هنختار لوثر ماتيوس اسطوره المانيا، على الناحيه اليمين نوت خولت اللاعب اللي بيعمل كل حاجه. والارتكاز بتاعهم واحد من احسن السي دي امات في التاريخ، فرانك رايكارد. الكام بتاعهم برضو لعب للفرقتين، لعب سنتين مع اي سي ميلان ولعب 3 سنين مع انتر ميلان. احسن لاعب في تاريخ ايطاليا روبرتو باجيو. والاثنين رصاد حربه بتوعنا رعب. واحد منهم اهو رونالدو، لعب مع الانتر من احسن المواسم تشوفوها في حياتكم، وجنبه اللاعب اللي لولا الاصابه كان ممكن يكون احسن لاعب في التاريخ، ماركو فان باستن. مدرب فرقه الالفينات هيكون كارلو انشيلوتي، ومدرب فرقه التسعينات هيكون فابيو كابيلو. عمل سيميليشن عشان نشوف انهي فرقه تكسب، والسيميليشن ادى الفوز 3-2 لفرقه الالفينات. بس انا برضو حاسس ان الفرقتين دول قريبين قوي من بعض، ولو اتحطوا في الحقيقه ما عنديش فكره بصراحه مين يكسب. قولوا لي انتوا رايكم ايه، ومين يكسب ومين يتبدل في اللعيبه دي، واشوفكم في التشكيله الجايه.